بسم الله الرحمن الرحيم. غرق بيت صاحبي وسيارته، ولا عجب، فهو يقع في منطقة يجتمع الماء فيها بفعل الأمطار. جفت مياه الأمطار، وبعد عامين قال صاحبي: أردت السفر وكنت خائفا على بيتي وسيارتي الجديدة من الأمطار القادمة، فهي قوية. فقلت: يا رب، اللهم إني أستودعك بيتي وسيارتي. وإذا بالخبر في الصحف: غرق الحي الذي أسكن فيه، حتى رأيت السيارات وكأنها بالماء لعب في يد طفل. عدت إلى بيتي الذي يجتمع فيه الماء، فرأيت عجبا: البيت سلم من الغرق، وسيارتي لم يصبها شيء. هنا علمت أن الحبيب صلوات ربي عليه قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، فمن أراد حفظا فليستودع ربا حفيظا عليما. اللهم إني استودعتك ديني وأمتي ووالدي وقرابتي ومن سمع المقطع ونشره. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله بعدد من استودع وبمن غفل.